هلو، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا في الفيديو ده حابب اقول حاجه. انا ممكن في التو فيديوز اللي فاتوا او الثلاث فيديوهات اللي فاتوا، كنت ممكن بدات في الفيديو بطريقه معينه، قد تكون طريقه مثلا صلبه شويه او شديده شويه، او بلهجه قد تكون غير مقبوله. بس خلينا فاكرين، انا منشنت حاجه قبل كده وقلت ان انا اي تصرف بتصرفه حرفيا بيكون ليه سبب. طيب، انا مش هدخل بالانترو دي تاني، مش هدخل بمقدمة اللي انا قلتها اخويا المدمن او الكلام ده كله، مش هدخل بالانترو دي تاني. انا كمحفوظ اسماعيل مش بحب اطلاقا الكلام السلبي. آم، يعني دي حاجة حرفيا هي بتؤثر بالسلب. الكلام الإيجابي بيكون أفضل وحرفيا بيأثر فينا. بس السبب إن أنا بدأت الانترو بالطريقة دي في التو فيديوز اللي فاتوا، أنا عايز أديك هيت كده، إن صدقني هو في مشكلة. لو أنت مش واخد بالك إن في مشكلة، لا والله، هو اوريدي في مشكلة. إن أنا يعني حياتي وعمري يضيع وأنا ماسك تليفون. لا، دي مشكلة كبيرة. يعني أنا مع أصحابي دايما بتكلم معاهم بطريقة إيجابية، صدقني والله. أنا زي ما بتكلم في الفيديو دلوقتي، هي نفس الطريقة اللي أنا بتكلم بيها مع أصحابي المقربين. يعني أنا أصحابي قليلين جدا، لكن علاقتي بيهم قوية جدا جدا جدا. وده طبيعة أي بني آدم، أصحابه قليلين بتلاقي الناس اللي هو بيتعامل معاها علاقته بيها قوية جدا جدا. فأنا حرفيا بتكلم معاك في الفيديو زي ما بتكلم مع حد صاحبي، ما فيش أي فرق إطلاقا. حرفيا والله أنا بحبكم كلكم، وحرفيا عايز كل شخص يبعد عن اللي احنا وصحابي بنسميه الشيطان المحمول. فأنا كنت حابب أقول آسف لو كان الانترو مش لطيفة، لكن والله أنا أحيانا بعمل حاجة زي كده مع أصحابي. ممكن ألا أقول كلام شديد كأني بكلم ابني. شفت أنت لما أنت كوالد أو أنت مثلا كحد والدك بيكلمك بلهجة شديدة، روح ذاكر ومش عارف إيه بالطريقة دي، أنا أحيانا بعمل مع أصحابي كده. فمش دايما، أحيانا بعمل ده. طبعا هم بيتقبلوا جدا، محدش بيزعل مني إطلاقا. فأنا عملت ده للسبب ده، عشان بس زي ما قلت لك تاخد هيت كده. we have a problem. هو اوريدي في مشكلة. ده اللي كنت عايز اقوله. Again, I'm very sorry about that. اسف بجد لو حسيت بحاجة مش لطيفة، لكن والله هو كان في هدف لحاجة زي كده. شكرا، مش حابب اقول حاجة اكتر من كده. مع السلامة.